بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم تبارك وتعالى. حبايبي متابعين قناة أم مرحبا يوسف البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وأتم حال ورضا من الله تبارك وتعالى. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو جديد، يا رب يعجبكم بإذن الله ويحوز على إعجابكم، وهو عن طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل بكل سهولة، بكل نظافة، بكل أريحية. نشوف مع بعض الفيديو إن شاء الله، ولو عجبكم ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير. نبدأ بإذن الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن بتاعي حبايب قلبي إن شاء الله اللي أنا هجيبه وهستعمله هو لبن من واحدة فلاحة مضمونة، عندها طبعا الجماز بتاعتها نظيفة ومكشوف عليها. هنبدأ إن شاء الله ونجيب 2 كيلو من اللبن. ده أول كيلو. بقول لحضراتكم إن هو لبن جاموسي، مش منزوع الدسم. الدسم يعني موجود فيه القشطة بتاعته والزبدة بتاعته. دول 2 كيلو من اللبن المضمون. يا ريت أنصح حضراتكم ما تجيبوش اللبن من المحلات، لأن المحلات بيكون منزوع الدسم فيها بتاع اللبن، يعني منزوع منها القشطة والزبدة بتاعتها، فمش هيديكي النتيجة المضمونة اللي حضرتك عاوزاها. أنا ما جربتش اللبن بصراحة، ما جربتش الجبنة القريش اللي معمولة باللبن البقري. دلوقتي جبت بولة نظيفة أو حلة نظيفة زي ما حضراتكم شايفين كده، وبدأت أنزل فيها اللبن بتاعي. نزلت بال2 كيلو اللبن زي ما حضراتكم شايفين، وما بزودش ميه، يعني ما بغسلش الكيس زي ما بنعمل كده في بعض الاوقات ونفضيه على اللبن بتاعي. لازم يكون اللبن كله لبن بس من غير ميه خالص. الحله دي هعمل فيها ايه؟ ان شاء الله هدفي الفرن بتاعي لمده 3 دقايق، وابدا احط الحله بتاعتي جواه علشان بس اشيل الرطوبه من الفرن. هنا بوريكم ان اللبن بتاعي، شوفوا المعلقه لما خدت بيها معلقه او 2 من اللبن، المعلقه فضل فيها دسم ازاي. ده دليل على ان اللبن بتاعي دوت فيه القشطه بتاعته والخير بتاعه. زي ما قلت لحضراتكم انا هدفي الفرن واحط الحله بتاعتي جوه الفرن، واحط صباعي فيها زي ما حضراتكم شفتوا كده. لما الاقي اللبن بتاعي جوه الفرن بقى زي دمعه العين، ببدأ ان انا اطفي على الفرن واسيب الحلة جواه. دلوقتي انا هوريكم حبايبي عملي جوه الفرن باذن الله. وبجيب بقى الغطا بتاعي يكون محكم زي ما قلت لحضراتكم كده. زي ما قلت لحضراتكم انا ولعت الفرن وحطيت فيه الحلة وحطيت ايدي جواها، صباعي، فلقيت اللبن بتاعي دفي زي دمعة العين، ما بزودش خالص عن كده. ونسيت اقول لحضراتكم اهو، دلوقتي انا زودت اهوت، حطيت صبعي جوه، طلع معايا لقيت اللبن بقى الدفيان بتاعه زي دمعة العين. بقوم طافيه عليه واغطيه واسيبه في قلب الفرن لمدة 2 يوم. دلوقتي انا غطيته اهوت زي ما قلت لحضراتكم. طبعا اللبن مغليهوش خالص خالص. دلوقتي يا حبايب قلبي انا طلعت الحله بتاعه اللبن بتاعي من الفرن بعد اليومين. شوفوا بقى القشطه بتاعتي بسم الله تبارك الله هتطلع عامله ازاي. الله اكبر اهيت. بصوا حبايبي تبارك الله بسم الله ما شاء الله على الخير اهو. ده من 2 كيلو لبن هيعملي طبق قشطه كبير جدا. بصوا حبايب قلبي تبارك الله، كان طعمها رائع 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 وانضف من بره، وطبعا اوفر. دلوقتي الحته دخلت في 10 جنيه، حته الجبنه القريش دخلت في حوالي 10 جنيه. دلوقتي انا عملتها في البيت انضف واحسن وارخص، ولا محطوط لها لبن بودره، ولا محطوط لها دقيق ذره، ولا دقيق عادي. كلها بخيره وجميله. دلوقتي انا شلت القشطه حبايب قلبي، وهبدا اجيب صينيه وميه مغليه وافضيها في قلب الصينيه زي ما حضراتكم شفتوا كده، وفي قلبها الحله. وبعدين غطيتها بعد ما حطيت الميه المغليه حوالينها في قلب الصينيه، وبعدين دخلتها الفرن. طب ليه انا عملت الحركه ديت؟ علشان خاطر الشرش بتاعي ينزل ما فيهوش اي لبن خالص، يبقى صافي جدا. طبعا طلعته من الفرن اهوت بعد ما غطيته وحواليه الميه السخنه اهوت يا حبايبي. وابدا بعد كده شوفوا بوريكم ان الشرش بتاعي طلع ما فيهوش لبن، طالع صافي زي الفل ما شاء الله. ببدا اجيب قطعه من الشاش او فوطه مطبخ نظيفه وابدا افضي الجبنه. شوفوا تبارك الرحمن جميله ازاي اهوت يا حبايبي زي ما انتوا شفتوا. بسيبها لمده حوالي نص ساعه تصفي على الشاشه بتاعتي كده.
ببدأ ان انا اجمع الشاشة بتاعتي، اغطي من على الوش كده، واجيب طبق او حله فيها ميه تكون تقيله، واحطها فوق الجبنه علشان تصفي وتعمل لي وش مظبوط متساوي، زي ما انتوا حضراتكم شفتوا كده اهوت. الوش هيطلع معايا زي الفل ومتساوي جدا زي الجبنه بتاعت بره. لو حضرتك عايزه تطلعيها مربعه زي الجبنه بتاعت بره، بتحطيها في حاجه مربعه تكون مخرمه علشان تصفي الميه او الشرش بتاعها. شوفي الشرش تبارك الله نزل زي الفل ازاي. ببدأ بقى ان انا اجيب طبق نضيف زي كده واقلب عليه المصفى واشيل الشاشه. شوفوا تبارك الله. انا عايزه بقى من حضراتكم اللايك الجميل دلوقتي. شوفوا يا حبايبي قلبي تبارك الله جميله جدا ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو لغايه دلوقتي ما تنسوش بالاشتراك واللايك والشير. وببدا اجيب السكينه بتاعتي واقطعها التقطيعه اللي انا عاوزاها، مش لازم حصيره خالص ولا اي شيء. عايز تعملي فيها التضليعه اللي بتبقى موجوده ديت او الزجزجه، ممكن تعمليها بشوكه. دلوقتي انا قطعتها يا حبايب قلبي، هتطلع وشوفوا بقى القشطه بتاعتها جميله ازاي تبارك الله. لو حضرتك جديدة عندي ما تنسيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.